لهذا مباشرة إذا سمعت النداء: ويحرم عليك البيع والشراء بعد النداء الثاني. يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني. قال الله عز وجل: وذروا البيع. واختلف العلماء لو أذن المؤذن وباع إنسان، خصوصا عند البقالين وغير يعني اللي يبيعون وهو يؤذن يعني، أو كل البيوع، فهو يبيع وذاك يشتري، هذا محرم وهو آثم. واختلف العلماء في عقد البيع، هل البيع صحيح أو البيع محرم؟ فاختلفوا، فمنهم من قال أن البيع صحيح، العقد صحيح لكن هو آثم، ومنهم من قال البيع باطل وفاسد ولا يصح، فيجب أن ترجع البيع. عموما نحن نقول لا تشتري ولا تبيع بعد النداء الثاني. كذلك يكره بعد النداء الثاني السفر، لك أن تسافر قبل النداء الأول في يوم الجمعة، ولك أن تعمل من الصباح إلى الأذان، لكن بعد الأذان ليس لك أن تسافر. بعض العلماء قالوا يكره السفر إلا لشخص خشي أن تذهب الرفقة، يعني هو عنده سفر مع رفقة فخشي أن تذهب الرفقة ويتركوه، أو لحاجة ضرورية ملحة جدا فيسافر، وإلا لا يسافر إلا بعد أن يقضي الجمعة.